انت جيمر ولسه بتلعب ببلاش؟ طب ايه رأيك خليك تلعب وتقبض كمان؟ لو انت تقضي وقت في اللعب خليني اقول لك على حاجة ممكن تحول وقتك دوت لفلوس، ومش $5 ولا $10، لا ده انت ممكن توصل ل 500 او $1000 في الشهر لو دخلت المجال ده صح وتعلمت تمشي ازاي فيه صح. وطبعا قبل ما تسرح بخيالك مش هقول لك قمار ولا بوكر ولا 1 اكس بت ولا الحاجات دي، انا بتكلم عن شغل حقيقي في المجال دوت. ناس بتدفع فلوس مقابل خدمات جوه الالعاب انت بتقدمها لها. وفي السلسلة ديت هشرح لك الموضوع من اوله لاخره، هقول لك ايه المواقع اللي هتشتغل عليها، وايه الخدمات المطلوبة منك عشان تعملها، وايه الالعاب اللي فيها شغل اكتر من بقية الالعاب التانية، وازاي هتبدأ الموضوع دوت من الصفر لغاية ما يبقى ليك دخل حقيقي من 500 ل $1000 في الشهر. وكمان هوريك شغل حقيقي وسكرينات واوردرات انا نفسي اعملها، يعني مش بقبض عليك ولا كلام تنظير مجرد كلام نظري يعني. بس خليني في الاول اقول لك المجال ده عبارة عن ايه اصلا. ببساطة جدا في ناس بتدفع لناس تانية تعمل لهم خدمات جوه الالعاب، زي خدمات بوستنج او توصله لحاجة معينة جوه اللعبة هو عايزها، او تكريب الاكونت بتاعك في حاجة هو مش عارف يعديها، تبيع له عملة بتاعت لعبة جولد او كوين او كرنسي. واحيانا بيبقى فيه بيع اكونتات او ايتمات جوه الالعاب ديت، يعني لو انت شاطر في لعبة معينة او حتى ناوي تتعلم لعبة فيها شغل، فالموضوع ده ممكن يبقى مصدر دخل حقيقي جدا ليك بالنسبة لك. بس لازم اوضح حاجة مهمة قبل ما نبدأ، الموضوع مش فلوس سهلة ومش سحر زي ما انت متخيل، لا ده شغل حقيقي، موضوع محتاج منك وقت وجهد كبير. طيب نبدأ في الموضوع ده منين؟ أول حاجة لازم تعرفها إن المواقع في المجال ده نوعين. النوع الأول من المواقع ديت هي مواقع بتفتح عليها ستور وتبيع الخدمة بنفسك، يعني أنت اللي بتعرض الخدمة والسعر والعميل يختارك لو سعرك مناسب ليه. ومن أشهر المواقع ديت موقع الدرادو، وده أول موقع معانا. الموقع ده من المواقع كويسة جدا في المجال دوت، وميزته الكبيرة إن في طلبات بتنزل وأنت بتقدم سعرك عليها، يعني مش لازم تروح تدور على العميل عشان أنت اللي تجيب له الأوردر. كل اللي عليك تعمله اللي أنت بتخش تختار اللعبة اللي انت شغال فيها وتشوف الناس طالبة ايه، رانك اب او كاري او عملات او اكونتات او ايتمات، وبعد كده بتقدم السعر اللي يناسبك والعميل بيختار العرض المناسب ليه. وميزة الموقع دوت انه منظم وفيه شغل على خدمات كتير. عيبه الوحيد ان التسجيل والتوثيق فيه ممكن يكون رخم شوية بالنسبة لينا عشان بيحتاج باسبور، ومش كل الناس معاها باسبور او تقدر تعمله دلوقتي. يعني باختصار موقع كويس جدا للشغل، بس التوثيق فيه مش سهل زي ما انت متخيل. ده على عكس الموقع اللي بعده وهو موقع جي تو جي، وده من اقوى المواقع في المجال برضه. الميزة فيه انه بيقبل البطاقة عادي، ممكن تسجل بالبطاقة بتاعتك وممكن تبدأ عليه، اسهل شوية من المواقع التانية. بس الفرق هنا انك انت اللي بتعرض الخدمة بنفسك، بتختار اللعبة وبتختار الخدمة اللي هتقدمها وبتسعرها وبتحطها، واللي داخل يشتري بيختارك من وسط الناس اللي بتبيع. في الاول ممكن تحسه رخم شوية لو انت جديد ومش فاهم التسعير او السوق ماشي ازاي، لكن مع الوقت لما تفهم الدنيا وتمسك سعر كويس وتبني تقييمات الموضوع هيبقى احسن بكتير ليك. يعني لو عايز تبني شغلك بنفسك وتبيع بشكل مباشر، جي تو جي ده من اهم المواقع اللي هتقدر تعمل عليها كده. وفي مواقع زي دي كتير بس دول صعبين ليك في الاول، فخليني اروح معاك للنوع التاني من المواقع اللي انت بتقدم فيها وبتشتغل كبوستر. وده مختلف شوية عن النوع الاول. هنا انت مش بتفتح ستور وتبيع بنفسك، مش بتعرض الخدمات، لا انت بتقدم على الموقع وفي ناس بتقبلك هي اللي بتاخد الاوردرات دي. يعني الموقع بيجيب لك الاوردرات وانت تنفذها وتاخد فلوسك. ومن امثلة المواقع ديت سكاي كوت، اوفر جير، بليزنج بوست، واو فيندور. المواقع دي ميزتها انك مش محتاج تقعد تسوق لنفسك عكس المواقع اللي احنا قلناها قبل كده، لان الشغل بينزل على الموقع وناس هي اللي بتسوق له، انت بتاخد الاوردر بس وبتعمله، وفي المقابل بتاخد نسبة من المكسب دوت، وهو رقم كويس الى حد ما. القبول في المواقع ديت بيبقى صعب شوية لانك بتقدم عندهم على اساس انك شخص فاهم في اللعبة ومستواك كويس فيها، تقدر تنفذ الخدمة من غير ما تبوظ الدنيا. يعني غالبا بيبقى مطلوب منك تكون بتلعب اللعبة فعلا وفاهم المحتوى بتاع اللعبة كويس وعندك خبرة محترمة، واحيانا يبقى عندك اكونت كويس او انجازات جوه اللعبة، فدي حلوة جدا لو انت شاطر فعلا في لعبة معينة وعايز تدخل شغل مباشر فيها بدل ما تبدأ من الصفر وتبني ستور من الاول. طيب السلسلة دي هتفيدك في ايه؟ انا مش هديك فيديو تحفيزي واقول لك يلا انطلق يا وحش مع نفسك شوف الدنيا وامشي فيها، لا انا هحاول امشي معاك واحدة واحدة. يعني في السلسلة ديت هتكلم عن افضل مواقع تقدر تبدأ منها لو انت في مصر، وازاي تعمل الاكونتات وتوثقها، ايه الخدمات المطلوبة فعلا في الالعاب، وايه الالعاب اللي فيها شغل، وازاي تسعر الخدمة بتاعتك، ازاي تقدم على واقع البوستر، وازاي تبدأ من الصفر لحد ما يبقى عندك دخل محترم في المجال دوت. وكمان هشارك معاك خبراتي الشخصية في اللعب اللي انا شغال فيها واللي بجيب منها دخل شهري حوالي $1000 في الشهر، وهوريك شغل حقيقي وسكرينات واوردرات عشان تبقى شايف الدنيا ماشية ازاي على ارض الواقع.
المواقع. مهم جدا قبل ما تبدا لو انت داخل المجال خلي عندك توقعات واقعيه. مش كل لعبه فيها نفس كميه الشغل، مش كل موقع هيقبلك من اول مره، ومش كل واحد هيبدا ويعمل نفس الرقم. بس لو عندك صبر واستعداد تتعلم وعندك لعبه تمسك فيها نفسك شويه، فالمجال ده فعلا ممكن يبقى باب دخل محترم جدا، خصوصا لو انت اصلا بتقضي وقتك في الجيمنج. يعني بدل ما تلعب وبس ممكن تلعب وتكتب. فبس كده، ده كان اول فيديو في السلسله، وكان الهدف منه ان افهمك المجال ده اصلا عباره عن ايه من بره كده، وايه الفرق بين المواقع اللي بتقدم الخدمه بنفسك فيها، او ايه المواقع اللي انت بتشتغل فيها كبوستر. في الفيديو الجاي هبدا في الجزء العملي، وهعرفكم ايه افضل مواقع تبدا منها لو انت مصري، وازاي تعمل اكونت وتوثقه، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في التسجيل. ولو عايز تدخل الديسكورد اللي هجمع عليه كل التفاصيل، وهبدا اشوف الناس محتاجه ايه عشان اعمل لها شرح ليه وانزله لهم كلمه تفاصيل. وانا هسيب لك لينك السيرفر اللي هنتجمع عليه، لو حد عنده سؤال او اي استفسار ممكن ارد عليه او اعمل له فيديو شرح ملخص للموضوع.